السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا بافضل حال. 5 نصائح مهمين جدا للسباحين خلال فصل الشتاء بحيث ان هي تحمي السباح بتاعي من نزلات البرد. الحاجه الاولانيه، والسباح خارج من الميه لازم نقول له ان هو يشرب بق ميه يكون مش ساقع، ما يكونش ميه ثلج ولا ميه سخنه، ميه فتره عاديه جدا بحيث ان هي تقرب درجه حراره الجسم بتاعه من درجه حراره الجو شويه. الحاجه الثانيه ودي من اهم الحاجات اللي السباح لازم يعملها، استخدام البورنوس والووتر بروف. في الوقت اللي هو بينتقل فيه السباح من البسين للمكان اللي هيبدا ان هو ياخد فيه شاور لازم أن يكون لابس البورنوس والووتر بروف. الحاجه الثالثه، الدش الساقع. لازم أن السباح يبدا ان هو ياخد دش ساقع بعد ما يخرج من الميه، والموضوع ده بيتم كالاتي: ان هو ما يخشش بجسمه كله تحت الميه، يبدا ان هو يهيئ جسمه لدرجه حراره الميه البارده اللي هو هيبدا ياخد بيها الشاور. يبدا ان هو يدخل مثلا رجله تحت الميه الاول، ايده تحت الميه، بحيث ان هو يهيئ الجسم لدرجه حراره الميه اللي هو هيبدا ان هو يستخدمها للشاور. الحاجة الرابعة، الطاقية الصوف. وهو مروح في الوقت اللي هينتقل فيه من مكان التمرين للبيت لازم ان هو يكون مغطي دماغه بطاقية تكون صوف او ايس كاب او زي ما بيسموها، بحيث ان هو يحمي نفسه من البرد شويه في الوقت اللي هو بينتقل فيه من المكان بتاع التمرين لحد البيت. الحاجه الخامسه والاخيره، ودي بقى بتتعمل في البيت، ان هو يبدا ياخد حاجات غنيه بفيتامين سي زي برتقان، استفندي، عصير ليمون، اي حاجه غنيه بفيتامين سي بحيث ان هي ترفع عنده المناعه. 5 حاجات اساسيه لو عملناهم هنقدر ان احنا نقلل نزلات البرد للسباح خلال فصل الشتاء.